هذه أروع وصفة تاع مسكوتشو بزوج حبات بيض فقط، ونقول لك جربيها ماكش راح تندمي أبدا، وخاصة لأصحاب المشاريع. الوصفة يا كما راهي راكم تشوفوا المسكوتشو تاع اليوم جاني ولا اروع. هذا كامل غير بزوج حبات تاع بيض، وانتي تحصلتي على مسكوتشو بهذا الارتفاع وزيد من الفوق هشاشة طراوة رائع. يعني ما عندي ما نوصف لكم فيه، النتيجة راكم تشوفوا فيها بعينيكم. نجوزو نشوفوا المقادير السهلة والبسيطة. عندي لهنايا زوج حبات تاع البيض يكونوا كبار، يعني من الحجم الكبير. اذا ما عندكمش حطوا 3 حبات بيض يكونوا صغيورين كامل. عندي لهنايا كاس غير صباع سكر، تقدروا تكملوها كاس باش تجيكم الحلاوه النورمال. انا كان هنا ناقص شويه حلاوه. رشه تاع ملح وبديت نضرب. تقدروا تستعملوا الباتور ولا الفوي. اذا استعملتوا الفوي كما شفتوني في الاول ضيفوا ملعقه تاع خل باش يساعدكم ثمثم يبيض معكم الخليط. واذا استعملتوا الباتور هنا حتى يذوب كامل السكر ويبيض معكم الخليط. الخطوه هذه لازم. شفتوني هنا جبت نص كاس تاع الزيت، رانا حنضيف الزيت على 3 تفوعات. الدفعه الاولى نخلط حتى يولي ما يبانش، ونزيد الثانيه ونزيد الثالثه. بعد ما كملت الزيت جبت لهنا كاس حليب دافي. الى راكم تشوفوا الكاس اللي راني نخدم به هو كاس من النوع يعني ولا من الحجم الكبير تاع 250 مليلتر. هذا هو السر في الكيك باش يجيكم مرتفع، يعني هذا السر اللي عطيته لكم، السر الاول. خيروا كاس يكون كبير تاع قهوه حليب ولا تاع غازوز كما تحبوا. بعد كملوا تعيروا به كامل السوائل. هنا جبت ياورت. هاد الفواكه الغابيه تقدروا ديروا ياورت ناتوريل، وضفت عليهم ايضا 3 ملاعق كبار تاع مايزينا. كيما شفتوني نخلط لهنا جيدا حتى تظهر هذه الرغوة. دوك نقول لكم على دور المايزينا والياغورت. هنا عندي الكاس الاول تاع الفرينه تكون مغربله، لازم تربلوها باش يجي المسكوتش تاعكم خفيف. دخلوه جيدا. نفس الشيء بالنسبه للكاس الثاني والكاس الثالث. ندخل جيدا هكا الفرينه كما راكم تشوفوا. بعدها هنا راكم تحسوا الخليط تاعكم راح يكون شويه ثقيل. في هذه الحاله هنا راح نزيد 4 كاس تاع الماء. والماء لهنا الدور تاعو هو تخفيف القوام تاع الكيك، وفي نفس الوقت ارتفاع الكيك كي نديروه يطيب. هنا عندي زوج كاير تاع خميره من وزن 10 غرام، راح نجوزهم ايضا في الباسوار هكذا، ونخلطهم ايضا ندخلهم جيدا. بالنسبه للمايزينا وشنو هو الدور تاعها في الكيك؟ المايزينا حتخلي الكيك تاعكم خفيف وهش، يعني راح يجيكم يتفتت، يجي رائع ويعطي له لون باهي ايضا من الداخل. بالنسبه للياورت وشنو هو الدور تاعو في المسكوتشو ولا في الكيك جينيرالمون؟ هو راح يساهم لكم في ارتفاع تاع الكيكه تاعكم ولا المسكوتشو، وايضا راح يحافظ على نفس القوام بعد يومين حتى ل3 ايام، يعني يبقى طري المسكوتشو تاعكم. اخر لهنا كنت ضفت لافاني، كنت نسيتها. ملعقه تكون كبيره تاع قهوه حليب ولا مبشور ليمون ولا واش عندكم استعملوه. هنايا في هذه الاثناء كنت حطيت الفور تاعي راه يسخن 20 دقيقه من قبل. جبت لهنا المول اللي راني نحط فيه العجين كما تعرفوه كاع معروف هذا المول. هنا سر الاحمرار تاع المسكوتشو من الفوق، وباش ما يلصق لكمش لازم عليكم تضيفوا المارغرين. ملعقه صغيره هكا تاع قهوه حليب، دهنوا كامل الجوانب. ضيفوا نفس الملعقه فرينه هكا، مشوها كامل على الجوانب، والباقي راح تنحوه. انا نجيب الخليط تاعي ونفرغه. شوفوا الى لاحظت لهنا كميه تاع الخليط جات ما شاء الله. هذا كامل من الكيل اللي ديناه حنايا، والسوائل اللي ضفناها كما الياغورت ناتوريل، الحليب والماء. هكذا راح ندير المسكوتشو تاعي يطيب على درجه حراره 180 في الرف العلوي. خلوه ياخذ وقته في الطياب. بعد مرور نصف ساعه تقدروا تفتحوا على الفور ديالكم باش تشوفوا الكيك تاعكم الى طاب. دخلوا فيه هكا عود شواء من الداخل. اذا شفتوه مازالوا فيه العجين كملوا طيبوه، واذا كان طاب جعلوا عليه من الفوق.
وهنا حبيبتي الوقت اللي داته لي بالضبط 40 دقيقة. شعلت عليها 5 دقائق الاخرين، ساعلتهم الفوق اسمها تحمر لي شويه. هنا خلوا المسكوتشو تاعكم يبرد على الاقل ربع ساعة، يبرد جيدا. بصوا شويه الاطراف هكا بالموس باش تضمنوا ما يلصق لكمش، وقلبوه راح يتقلب لكم بسهوله. لازم تخلوه يبرد، اكيد ماهوش راح يلصق لكم ويتقلب تمتم. شوف الكيكه جات مرتفعه خفيفه هشه. هنا درت تزيين خفيف بالسكر الناعم، هنا زينوه كيما تحبوا بالشوكولا كراميل اللي متوفر عندكم. صدقوني الوصفة هذه راهي ناجحة 100%، يعني من التجربة الأولى راكي راح تحصلي على نفس النتيجة. قولكم ما تنساوش إذا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد، وبارطاجيو أيضا الوصفة مع كامل أصدقائكم وأحبابكم باش كامل يستفادوا. شوفوا لهنا نقسم لكم مرصو تشوفوه هنا كما راكم تشوفوا في الكاميرا، راه ما يبانش مليح الكاميرا تاع الهاتف بالطبع مش راح توري لكم كلش. هكذا الارتفاع جاء ما شاء الله، صدقوني الارتفاع هذا ماهوش باين مليحه، يعني كون شوفوه قدامكم ارتفاع شاهق جاء ما شاء الله غير بزوج حبات بيض. هذه هي تحصلنا على نتيجه ولا اروع، الخفه الهشاشه الطراوه والبناء من الفوق. اذا جربتوه ان شاء الله ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. انا نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو في روحتكم.